عاملين ايه؟ يا رب دايما تبقوا بخير وفي احسن حال. نيجي درس النهاردة بنتكلم فيه عن برضو تاني اجدد حاجة معانا، وهو الكليات الخمسة. يعني ايه يا مستر الكليات الخمسة؟ احنا لما جينا بنتكلم من شوية قلنا والله احنا عندنا ايه؟ عندنا يا مستر ان الحدود تنقسم من حيث الكم الى كلي وجزئي، صح كده؟ اهي الحدود الكلية ديت اتصنفت لخمس انواع. يبقى اتفق المناطق على تصنيف الحدود الكلية الى خمسة اقسام. الحدود الكلية اللي احنا اتكلمنا عليها اللي هو الحد اللي بيطلق على جميع او بيطلق على بعض الاشياء المشتركة في صفات معينة، وممكن يطلق على كل واحد لوحده، ده الحد الكلي. زي نهر، هرم، برج، دي حدود كلية. احنا هنا بقى المناطق قالك احنا هنقسمهم لخمس انواع، عشان كده اسمها الكليات الخمسة. منها ما هو اسماء، يعني ايه؟ حدود منطقية كلية تطلق على الاسماء فقط زي الجنس والنوع. ومنهم حدود اللي هي صفات بقى بتطلق على الصفات زي الفصل والخاصة والعرض العام. طب يا مستر الكليات الخمسة دول كام حاجة؟ ايه السؤال ده؟ ما كليات خمسة اسمهم خمسة. ما تجيش تعمل لي زي ايه الفيلم لما قال لك ثورة 1919 كانت سنة كام؟ هي اسمها الكليات الخمسة، فيبقى هنا كام نوع؟ خمسة. طب ايه هما؟ النوع والجنس، الفصل، الخاصة، العرض العام. تاني، النوع والجنس، الفصل، الخاصة، العرض العام. خمسة، انا بس عشان ما عدتش ده. يلا، النوع والجنس، الفصل، الخاصة، العرض العام اهو. يبقى اول حاجة النوع والجنس. والنوع والجنس دول يا شباب بيطلقوا على ايه؟ بيطلقوا على اسماء. الاتنين دول بيطلقوا على اسماء. والفصل، الخاصة، العرض العام على ايه يا مستر؟ على صفات. يبقى تاني، النوع والجنس دي حدود كلية بس أسماء. الفصل، الخاصة، العرض العام حدود كلية يا مستر بس إيه؟ بس صفات. يبقى يلا تاني نحفظ الكليات الخمسة مع بعض. إيه هما؟ النوع والجنس، الفصل، الخاصة، العرض العام. طيب تعالوا بقى ناخد واحدة واحدة مع بعض ونشوف ايه هو النوع والجنس والفصل والخاصة والعرض العام، ونفهم كل واحدة فيهم. بص يا سيدي، أول حاجة معانا النوع. النوع هو حد كلي يطلق على عدة أفراد. ركز معايا هنا، نجيب القلم ويلا يا مستر علشان إيه نحدد مع بعض. النوع هو حد كلي يطلق على عدة أفراد يشتركون في صفات معينة. أفراد ليهم صفات معينة. زي لما أجي أقول لحضرتك إنسان، ده نوع. طيب في بعض الصفات زي كائن حي حساس عاقل. طب مين؟ محمد ومحمود وعلي وأحمد وعلياء وتسنيم وزينب وإسراء وحسينة ولبنى ويمنى، أيا كان. طيب كاتب، كاتب ما هو ده اسم، صح ولا لأ؟ ده نوع بيطلق على عدة أفراد زي العقاد، طه حسين، المزني. طيب فيلسوف، نوع يطلق على عدة أفراد، سقراط، أرسطو، ديكارت. يبقى هنا النوع يا مستر هو حد كلي بيطلق على عدة الأفراد، عدد من الأفراد. عارفين قريبة من ايه؟ من المصادقات، هي الافراد، فاهم؟ بس هنا النوع حد كلي. كاتب، ما هو كاتب دي حد ايه؟ حد كلي. تحتها مصادقات زي العقاد وطه حسين والمزني. انسان حد كلي، ما قلتلكش احمد بقت اسم علم، صح؟ لا، فهنا حد كلي زي محمد ومحمود. طيب فيلسوف حد كلي، ما حددتلكش فيلسوف بعينه، تحتها عدد من الافراد زي سقراط وارسطو وديكارت وافلاطون وطاليس وغيرهم من الفلاسفه. يبقى هنا النوع هي الحدود الكليه اللي بتطلق على عده ايه يا شباب؟ تاني، بتطلق على عده
أفراد. طيب تعالى كده مع بعض وركز معايا قوي، لان احنا قلنا 2 بيطلقوا على اسماء اهو، انسان، كاتب، فيلسوف، ده النوع حد كل يطلق على عدة افراد. طب يا مستر الجنس، الجنس يا شباب هو حد كلي برضو، بس يطلق على عدة انواع. ايه ده بقى؟ ركز معايا. احنا قلنا النوع حد كل يطلق على عدة افراد، ولكن الجنس هو حد كل يطلق على عدة أنواع تجمعها صفات مشتركة ولا يكون مقصورا على نوع بعينه. الصفات دي مش محطوطة على نوع مختلف عن التاني، أو نوع لأ. طب مستر أنا مش فاهم، يعني إيه هنا النوع يطلق على عدة أفراد، ويعني إيه هنا الجنس يطلق على عدة أنواع؟ معنى كده إن الجنس أعم من النوع، أشمل من النوع. طب مستر مش فاهم، هقول لك تعالى. بص يا سيدي المثال، مبنى ده اسم ولا لأ؟ اسم. ده حد كلي ولا لأ؟ حد كلي. يطلق على عدة أفراد ولا أنواع؟ لأ، يطلق على عدة أنواع. ليه؟ لأن المبنى ده جنس يطلق على مدرسة، مش المدرسة ده نوع تحتيه أفراد، مدرسة ابتدائية، إعدادية، ثانوية، زي ما قلنا مدرسة المدينة الجامعية، مدرستي في ابتدائي، مدرسة بدر في إعدادي، الأورمان العسكرية في الدقي دي مدرستي في ثانوي، وكل المدارس بقى. يبقى كلمة مدرسة دي نوع، صح؟ المدرسة نوع. ليه؟ لأن المدرسة تحتيها أفراد، مدرسة كذا أو كذا أو كل المدارس. مستشفى دي نوع، مستشفى الروضة، مستشفى الرمد، مستشفى امبابة العام، مستشفى دار السلام، مستشفيات. يبقى هنا الجنس يطلق على عدة أنواع، والنوع بيطلق على عدة أفراد. الجنس أكبر من النوع، أعم من النوع. تعال ناخد تاني مثال، شجرة، واسكت، حد كلي صح ولا لأ؟ جنس. ليه؟ لأنه يطلق على عدة أنواع، زي شجرة فاكهة. شجرة فاكهة دي في شجر موز، برتقال، يوسفي، ايه تاني بينبت من الشجر؟ تفاح. اهي أنواع. يبقى أفراد. طيب شجرة زينة، شجر الزينة في أنواع، أو شجر الزينة هو أصلا أنواع وبينطبق تحتيه أفراد. كائن حي ده جنس بيطلق على عدة أنواع. ليه؟ إنسان نوع في أفراد، علي، محمد، حسين، علياء، تسنيم، منى، إسراء. حيوان ده إيه يا شباب؟ ده نوع بيطلق على إيه؟ أسد، زرافة، فيل، خرتيت، وحيد القرن، إيه تاني؟ يلا ها الغزال، وهكذا. نبات ده نوع، النباتات كتيرة، صح ولا لأ؟ يبقى هنا يا مستر علشان أفرق ما بين الجنس والنوع لازم أبقى عارف إن الجنس ده أعم وأشمل من النوع. النوع هو حد كلي، لفظ كلي، تمام كده يا شباب، بيطلق على عدة أفراد. بيبقى فيه إيه يا شباب؟ بيبقى فيه أفراد تحتيه، زي ما قلنا كده، إنسان، كاتب، فيلسوف، تحتيهم على طول الأفراد بتاعتهم. إنما الحد الكلي اللي هو الجنس بقى يا شباب بيبقى ماله؟ الجنس يا مستر لا، هو يطلق على عدة أنواع، بيبقى تحتيه أنواع، والأنواع تحتيها أفراد. العلاقة بين الجنس والنوع، ركز معايا بقى وتعالى هنخش على حاجة تقيلة كده اسمها شجرة فورفوريوس، عايزك تبقى ايه تفهمها قوي. قال لك الجنس يطلق على عدة أنواع، فإن الجنس أعم من النوع، وعدد مصادقات الجنس أكيد هتبقى أكتر من عدد مصادقات النوع. ليه؟ لأن الجنس يشمل جوه النوع أصلا. العلاقة بين الجنس والنوع مالها يا مستر؟ نسبية متغيرة وليست مطلقة. فالجنس يعد
جنسا لما تحته ونوعا لما فوقه. مستر أنا مش فاهم حاجة. هقول لك بالراحة. في نفس الوقت وهو نوعا لما فوقه من أجناس. يعني إيه بقى يا مستر؟ هقول لك ركز، خليك كده هنا معايا وركز، لما نيجي نشرح على شجرة فورفوريوس هتفهم أكتر. احنا قلنا كده العلاقة هنا نسبية ومتغيرة. ليه؟ لأن الجنس ممكن يبقى جنس ونوع في نفس الوقت. جنس لما تحته ونوع لما فوقه. مش فاهم؟ هقول لك استنى، خد دي كمان بعدين تعالى نشرح كل الكلام ده على شجرة فورفوريوس. الجنس الذي يعلو النوع مباشرة يسمى بالجنس القريب، والجنس الأعم الأكبر يسمى بالجنس البعيد. ومثال لذلك شجرة فاكهة جنسها القريب شجرة وجنسها البعيد نبات. مستر أنا هنا بقى ما فهمتش أي حاجة. هقول لك ماشي يا سيدي، تعال نشوف شجرة فورفوريوس مع بعض. هنا هبتدي اشرح لك العلاقة ما بين الجنس والنوع، وازاي الجنس ممكن يبقى جنس ونوع في نفس الوقت، وازاي ايه هو مستر الجنس القريب والجنس البعيد. بص يا سيدي، تعالوا بقى نجيب الايه، نجيب القلم وركز معايا جدا. ركز معايا جدا. ليه يا مستر؟ اوكي حلو الخط ده، يلا بينا يا سيدي. شجرة فورفوريوس دي بتشرح لك العلاقة بين الجنس والنوع. طيب أول حاجة احنا قلنا الجنس أعم من النوع. فشجرة فورفوريوس لازم بيبقى فيه الأساس بتاعها اللي بيندرج تحتيها جوهر. يعني إيه جوهر؟ يعني هنا أهي جوهر دي اللي هي شباب أصل، تمام، الشيء. الجوهر أصل الشيء بمعنى كائن، وأنا قلت لك الكائن في منه جماد وحيوان. أصل الحاجة كينونته أو شيء حقيقي جنس الأجناس. يبقى الجوهر ده اللي هو اسمه إيه يا مستر؟ اسمه جنس الأجناس، الجنس العام. تمام كده؟ اللي بينطبق تحتيه بقى بقية الأجناس وبقية الأنواع. يبقى هنا جوهر الشيء اللي هو مثلا كائن، ده الجوهر بتاعنا. كائن في منها تحتيها انواع، صح يا مستر؟ زي حي، كائن حي، وفي منها الجماد. ما هو كائن بتنقسم لكائن حي وجماد زي ما خدنا في المفهوم والمصادر. قلنا كلمة كائن دي يعني ايه يا شباب؟ يعني يا مستر احنا بنتكلم على كينونة الشيء، اصل الشيء. فكائن ده الجوهر الاساسي. في منها كائن حي وفي منها جماد. تعال نمسك واحدة. كائن حي تعتبر جنس ونوع. ازاي يا مستر؟ تعال بلون تاني. كائن حي هنا، كائن حي هي جنس للي تحته، اللي هو لا إما حيوان لا إما إنسان. هي جنس يعد أو يضم تحتيه أنواع، وتعتبر نوع لما فوقه. هي نوع لكائن. ليه؟ لأن كائن في منها الحي وفي منها الجماد. يبقى تاني تعالى نمسح ده خالص وركز معايا. شجرة فورفوريوس مالها يا مستر؟ شجرة فورفوريوس، شجرة فورفوريوس بتشرح لحضرتك العلاقة بين ايه وايه؟ العلاقة بين الجنس والنوع. وانا قلت لك الجنس هو اعم من النوع. هنا لازم في الأول نجيب جنس الأجناس. يعني إيه؟ الشيء الأساسي اللي بيندرج منه تحت حاجة، كل حاجة قصدي. زي كلمة كائن أهي، كلمة كائن دي جنس الأجناس، دي الأساس اللي بيجي منها الكائن ده لا إما حي لا إما جماد. تمام؟ تمام يا مستر. طيب كائن حي، سيبك بقى خلاص من جماد ملناش دعوه، هناخد المثال على كائن حي. كائن حي في نفس الوقت لا اما ايه لا اما ايه، في نفس الوقت يا مستر، في نفس اللحظه اللي بنتكلم فيها دي، لا اما جنس او نوع. هي في نفس الوقت جنس ونوع. طب جنس لمين ونوع لمين؟ هي جنس لما تحته من انواع. ليه؟ لان كائن حي تحتها انواع
زي حيوان او ايه او نبات. والحيوان في منه انسان وفي منه الحيوانات التانية، صح ولا لا؟ طيب يبقى هنا كائن، خلاص ده جوهر الشيء. حي هنا جنس ونوع، الجنس لما تحته من انواع. طب يا مستر بتبقى نوع لمين؟ لما فوقه من اجناس، لان كائن حي ده جوهر الشيء، صح ولا لا؟ ده ايه هنا يا شباب؟ هنا الجوهر اللي هو جنس الاجناس، فهي نوع لمين؟ لما فوقه من اجناس. فهمت؟ طب تعال نكمل. هنا كائن حي عندنا يا مستر لا حيوان لا نبات. الحيوان جنس ونوع. طب ازاي جنس ونوع؟ خلاص انت حفظت. جنس لما تحته من انواع. ازاي؟ الحيوان ده في منه انسان لان سيادتك حيوان، كلنا حيوانات عاقلة متكلمة، لا اما حيوان زي القط والفار والفيل والاسد، اي حيوان تاني. فهي جنس لما تحته من انواع، ونوع لما فوقه للي فوقيها. هي نوع لايه؟ لكائن حي. الحيوان نوع لكائن حي. يبقى العلاقة يا شباب ما بين الجنس والنوع هي علاقة نسبية، مالها؟ متغيرة. ليه؟ لأن هنا العلاقة بين الجنس والنوع ممكن الجنس يبقى نوع والنوع قصدي يبقى جنس ونوع في نفس الوقت. الجوهر بتاع الشيء ده اسمه جنس الأجناس، خلاص هو ده أعلى حاجة بينطبق تحتيه أنواع، صح؟ والأنواع طالما هيجي تحتيها يبقى جنس للي تحتيها ونوع للي فوقيها. تعالوا ناخد مثال تاني نفهم فيه بقى الجنس القريب والبعيد. تعالى نبات ده جنس الأجناس، مفيش حاجة أعلى من نبات في الكلمة بتاعت نبات، في الصفات بتاعت النبات. جنس الأجناس نبات. طيب الجوهر أهي، دي جوهر الشيء ده نبات. طيب النبات بينطبق تحتيه ايه؟ ده جنس الأجناس، فأكيد هيبقى تحتيه أنواع، صح؟ أهي أنواع، لا إما شجر لا إما حشائش، ما هي النبات يا أشجار يا حشائش. طيب يبقى دي الحشائش والأشجار أنواع، صح؟ طب تعالى نمسك فرع واحد. الشجر في نفس اللحظة هي جنس ونوع. جنس المين؟ ها يا مستر؟ جنس لما تحته من أنواع. الشجر في منه شجر فاكهة وفي منه شجر زينة، فكلمة شجرة جنس للي تحتيه من أنواع. طيب وكلمة ايه يا شباب؟ شجرة في نفس الوقت، تعالى يلا بلون تاني، نوع لمين؟ نوع يا مستر للنبات. هي نوع للجوهر اللي فوق، صح ولا لا؟ صح يا مستر. طيب يلا تعالى. طيب شجرة فاكهة، لو احنا جينا نتكلم على شجرة الفاكهة في نفس اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها يا مستر تعتبر جنس ونوع. ليه؟ لأن هي جنس لما تحته من أنواع. شجرة تفاح مثلا، شجرة برتقان، شجرة موز، شجرة عنب، شجرة توت، فهي جنس اللي تحتيها من أنواع. وفي نفس اللحظة يا مستر هي نوع لمين؟ هي نوع لما فوقها من أجناس، اللي هي شجرة فاكهة الجنس بتاعها اللي هو إيه؟ شجرة، صح؟ صح. يبقى هنا احنا فهمنا خلاص ازاي يعني ايه يا مستر الشيء ممكن يكون جنس ونوع في نفس الوقت. انا عايز اعرف بقى ايه الجنس القريب والجنس البعيد ده. هقول لسيادتك على حاجة. احنا جينا قلنا واتكلمنا ان جوهر الشيء جنس الاجناس، هنا عندنا نبات، ودي طبعا بتختلف، هو ممكن يديها لك ايا كان، يعني يقول لك كائن حي ده جنس الاجناس، فانت اعمل لي بقى شجرة فورفوريوس. فجنس الأجناس هنا عندنا إيه؟ نبات، تحتيه أنواع، شجرة أو حشائش،
صح؟ الشجرة تحتيها ايه؟ تحتيها يا مستر انواع، صح؟ شجرة فاكهة او شجرة زينة. شجرة فاكهة تحتيها انواع، صح ولا لا؟ تفاح او برتقال. طب تعالى ناخد شجرة تفاح، اقرب جنس ليها، الجنس القريب ليها ايه؟ الجنس اللي فوقيها على طول. هتقولي شجرة التفاح دي يا مستر نوع للجنس اللي هو شجرة الفاكهة، ده الجنس القريب اللي فوقيها على طول، الرتبة اللي فوقيها على طول. طب الجنس البعيد اللي بعيد عنها لشجرة التفاح، هتقولي والله يا مستر شجرة التفاح الجنس البعيد بتاعها نبات. ليه؟ لأن من الأساس بتاعها هي نبات. يبقى هنا يا أساتذة تاني الدرس ممكن يكون جديد فأنت مش مستوعب. يعني إيه يا مستر الجنس القريب والجنس البعيد؟ الجنس القريب هو الجنس الذي يعلو النوع مباشرة. الجنس البعيد هو جنس الأجناس بتاعه، الجنس العام بقى بتاعه. يلا شجرة البرتقال جنسها القريب اللي فوقيها على طول، هتقول لي يا مستر شجرة الفاكهة. طب جنسها البعيد أساسها بقى أصلها وفصلها نبات. يبقى النبات ده اسمه جنس بعيد، إنما شجرة الفاكهة ده اسمه جنس قريب لشجرة البرتقال لأن هي التي تعلوها على طول. تمام يا شباب؟ يبقى هنا العلاقة بين الجنس والنوع وضحت، وقلنا النوع هو حد كلي يطلق على عدة أفراد. زي ما اجي أقول لك مثلا كاتب، ده نوع تحتيه أفراد. شجرة الفاكهة نوع تحتها أفراد. طيب الجنس أعم من النوع يطلق على عدة أنواع. النبات جنس الأجناس تحتيه شجر وتحتيه حشائش. الشجر تحتيها تعتبر برضو جنس، تحتيها ايه؟ شجرة فاكهة او شجرة زينة. وقلنا الشيء ممكن يكون جنس ونوع في نفس الوقت. انت خلاص عرفت ان هو جنس للي تحته. شجرة جنس لإيه؟ لإما شجرة فاكهة او شجرة زينة. طيب شجرة فاكهة جنس للبرتقال للتفاح لأيا كان. طيب شجرة نوع لمين؟ للي فوقيها بلون تاني اهو اسود. شجرة دي نوع يا مستر للي فوقيها اللي هو نبات. طيب شجرة فاكهة نوع للي فوقيها اللي هو برضو شجرة. طيب التفاح خلاص ده نوع اصلا، ما هو نوع، ده اخر فرد. تمام؟ يبقى هنا الجنس والنوع ممكن يا مستر في نفس الوقت الجنس يبقى جنس ونوع. اهم حاجة ان انت عارفها، جنس لما تحته اللي هينطبق تحتيه او اللي هيتشعب منه، ونوع لما ايه؟ لما فوقه. انا اسف هي نوع للي فوقيه وجنس لما تحته. انا ما غلطتش، انا اسف. ليه؟ جنس للي تحتيه ونوع للي فوقيه. تمام يا شباب؟ تمام يا شباب. يبقى دي اول تقسيمه معانا. اول تقسيمه واحده ولا خدنا تقسيمتين؟ لا يا مستر خدنا تقسيمتين. ليه؟ لان احنا خدنا ايه وايه؟ خدنا يا مستر النوع والجنس وعرفنا العلاقه بينهما. نيجي بقى نخش في اخر 3 مع بعض. ايه هما يا مستر اللي احنا بنقول عليهم الفصل وايه الخاصة والعرض العام. دول بقى اللي بيطلقوا على صفات. بس تعال اقول لك على حاجة وهلعبك لعبة كده واسألك سؤال مش هجاوبه عليك في الحصة، عايزك انت اللي تجاوبه. قال لك ملحوظة، خلاص الجنس والنوع خلصناه. قال لك ذكرنا أن الكليات الخمسة مالها، أو أن الكليات 5 أصناف، 2 منهم النوع والجنس ودول بيطلقوا على أسماء. طيب و3 منهم الفصل الخاص العرض العام مالهم يا مستر؟ يطلقون على صفات. ولكن الصفات 3 أشكال. الصفات في منها 3 أشكال، وهي الصفة الجامعة المانعة، بتجمع واسمها الجامعة يعني بتجمع كل حاجة، والمانعة بتمنع. المانعة ولكنها غير جامعة،
بتمنع وما بتجمعش، والتانية غير جامعة، أو التالتة غير جامعة وغير مانعة. يا مستر الكلام ده هقول لك تعالى ناخدهم هنا هم ونقراهم مع بعض ونشرحهم. أنا جاي أقول لحضرتك أول صفة مثلا هي الصفة الجامعة المانعة. إيه هي يا مستر الصفة الجامعة المانعة دي؟ تجمع جميع أفراد النوع وتميز اللي هي تمنع دخول الأفراد الأخرى. يبقى الصفة دي بتجمع كل أفراد النوع، هم الناس دي كلها اللي فيهم الصفة دي، وتمنع دخول أي حد تاني ما عندوش نفس الصفة. عشان كده اسمها جامعة مانعة. طيب الصفة التانية غير جامعة مانعة، ما بتجمعش كله ولكن تمنع. ازاي؟ لا تجمع جميع أفراد النوع، ما بتجمعش كل أفراد النوع، ولكنها تميز النوع عن غيره من الأنواع الأخرى. هي برضو لسه بتميزه عن غيره من الأنواع الأخرى. هي مش جامعة كل النوع، يعني الصفة دي كل النوع مش ممكن يكون بيشترك فيها، بس بتمنع، لأن الصفة دي أقدر أفرق بينها النوع وغيره، فبرضو بتمنع، لسه بتخرج النوع. طيب غير جامعة وغير مانعة، لا تجمع ولا تمنع، لا تجمع جميع أفراد النوع ولا تميز النوع عن غيره من الأنواع الأخرى. هنا دي لا بتجمع ولا بتمنع. الأولانية جامعة مانعة، يعني بتجمع كل أفراد النوع، بقول صفة المفهوم بتاعها أو المعنى بتاعها بيجمع كل أفراد النوع وبيمنع دخول أي فرد تاني لا يحمل الصفة دي. طب التانية غير جامعة بس لسه مانعة، ما بتجمعش كل أفراد النوع، بس برضو هي لسه بتمنع. إيه يا مستر؟ بتمنع أي شخص تاني ما عندوش الصفة دي يخش للنوع ده. الأخيرة غير جامعة وغير مانعة، لا بتجمع ولا بتمنع. طب أنا استفدت إيه يا مستر؟ هقول لك تعالى بقى، ده هيبين الناس اللي مركزة ولا لأ. خدنا دي سيبك منها خالص. تعالى ناخد آخر 3 كليات معانا، وهي الفصل والخاصة والعرض العام. أول حاجة معانا يا شباب الفصل. إيه هو الفصل؟ الفصل هو يا مستر حد كلي يطلق على صفة. تعال نغير اللون عشان تخلي بالك. حد كلي يطلق على صفة، ركز هنا، جوهرية أساسية وتميز. يعني إيه تميز؟ أي تفصل نوعا معينا عن غيره من الأنواع الأخرى، ولا يمكن تصور أي فرد، ركز هنا قوي، ينتمي إلى هذا النوع دون هذه الصفة الأساسية. عشان كده اسمها جامعة مانعة. حد كلي يطلق على صفة جوهرية أساسية. مالها يا مستر؟ تمنع وتفصل وتميز نوع معين عن بقية الأنواع، ومفيش أي نوع يقدر يخش النوع ده إلا وهو يحمل الصفة. عشان كده اسمها إيه؟ عشان كده اسمها لا يمكن تصور أي نوع بدون هذه الصفة الأساسية. مثال العقل. العقل فهو بالنسبة لنوع الإنسان صفة أساسية تميزه عن غيره من الأنواع التي تجمعهم في جنس واحد. يعني إيه يا مستر؟ أنا لما جيت أقول لك العقل ولا التعقل؟ هي هنا غلطة. التعقل اللي هو التفكير، فالتفكير ده صفة جامعة مانعة. ولا يعني ايه يا مستر جامعة؟ ايه ده ركز بقى. الفصل هنا هي صفة تجمع جميع الافراد وتمنع غيره انه يخش الا لما يكون الصفة دي فيه، زي التعقل اللي هو التفكير. فهو بالنسبة للانسان صفة اساسية تميزه عن غيره من الانواع التي تجمعهم جنس واحد. ليه؟ لان احنا نعتبر جنس، تمام، او نوع للكائن الحي. فكائن الحي فيه انسان وفيه حيوان. طب افرق ما بينهم ازاي؟ اقول لك كائن حي مفكر متعقل، فخلاص يبعد الحيوان. او محاط ب3 اضلاع. يعني ايه محاط ب3 اضلاع؟
اهو مين اللي محاط بثلاث اضلاع؟ 1 2 3 المثلث. اي حاجه تانية غير محاطه او مفيش حاجه تانية محاطه بثلاث اضلاع غير المثلث. فدي اسمها صفه الايه؟ الفصل. هو حد كلي يطلق على صفه اساسيه وجوهريه، ما ينفعش اتخيل النوع من غير الصفه دي. التفكير او التعقل بالنسبه للانسان هي صفه اساسيه جوهريه، مفيش اي حد ادخله لقائمه الانسان او البشر الا لما يكون ماله بيتفكر بيتعقل. طيب يلا تعالوا نشوف تاني ايه تاني حد كلي معانا من الحدود التي تطلق على الصفات، لان ده المفروض كده الرابع اصلا، بس احنا قلنا اول اتنين الجنس والنوع اسماء، التلاتة اللي بعد كده بيطلقوا على الصفات. الخاصة. ايه بقى يا مستر الخاصة ديت؟ قال لك حد كلي ماشي يطلق على صفة غير جوهرية، يعني غير اساسية، عرضية، تخص بعض افراد النوع، هي بتخص بعض الافراد بتوع النوع، تمام؟ ويمكن تصور النوع بدونها، مش زي اللي فات بقى لا يمكن تصور النوع بدونها، لا دي ممكن ان انت تتصور النوع ده وهو ما فيهوش الصفة دي. وهي ايضا مالها تميزهم عن الانواع الاخرى. قال لك برضو الصفة دي تقدر ان هي تميزه عن الانواع الاخرى. زي ايه؟ مثقف، حد كلي. بالنسبة لنوع الإنسان صفة غير أساسية. ياما نتعامل مع بهائم، ياما نتعامل مع ناس ما بتعرفش تفكر، ياما بنتعامل مع ناس يا عم انت في ايه؟ ركز بالله عليك فكر، انت ما بتقراش ب2 جنيه؟ ما عندكش معلومات عامة؟ فكلمة مثقف هي او الصفة بتاعت مثقف هي حد كلي، صفة مالها يا مستر بالنسبة للإنسان مش صفة أساسية وجوهرية. في ناس مش مثقفة ولكن تميز أفراد الإنسان عن غيره. في اقدر اقول على القرد ده مثقف، والله بص قرد ده عنده ثقافة، ده انا كلبي مثقف عنك. مفيش، هو مثقف خاصة بالبشر. اي شفت انا قلت حتى مثلا قلت لك ايه؟ خاصه بالبشر. اسمها ايه؟ اسمها الخاصه. هي ما بتجمعش كل الافراد زي الفصل، الصفه الاولانيه تجمع كل الافراد، من غيرها الفرد ده ما ينتميش لهذا النوع. زي التفكير، لو ما بنفكرش يبقى انت مش بشر. حتى يا مستر في ناس بتبقى مريضه عندها حاله داون مثلا، او الايه متلازمه داون. متلازمه داون هو بيفكر على فكره بس تفكيره لسه، هو متلازمة داون هو ماله؟ هو مخه لسه صغير على سنه، يبقى كبير ومخه لسه صغير، او تفكيره بيقف عند حينما بيفكر، عايز ياكل ويشرب ويعيش وبيحب وبيكره، فهو بيفكر. فهنا الفصل، التفكير بالنسبة للإنسان مفيش تفكير خالص، يبقى أنت مش إنسان، أنت مش بشر. إنما الخاصة مثقف، في ناس مش مثقفة بس صفة التثقيف اقدر ان انا اميز بيها افراد الانسان. مثقف، دي صفة خاصة بالبشر بس. ما بشوفش يا مستر كلب مثقف او حيوان مثقف او حشرة مثقفة، لا. مثال تاني، له مئذنتان يؤذن منها للصلاة. بالنسبة للمسجد فهذه صفة غير اساسية، مش كل المساجد ليها مئذنتان، ولكنها تميز المسجد عن غيره من المباني الاخرى. يعني مثلا بتميز المسجد عن الكنيسة، تميز المسجد عن المستشفى. تبقى عارف المأذنتين دول بتوع الجامع، تمام؟ بس هل كل الجوامع ليها مأذنتين؟ لا، مش كل الجوامع، مش شرط. بس هي خاصة، هي في البنى دي خاصة بالجامع. طيب نيجي نشوف ثالث صفة معانا وهي العرض العام. ماله بقى يا مستر العرض العام؟ قال لك والله العرض العام هو حد كلي يطلق على صفة شائعة. حد كلي يطلق على صفة شائعة عامة توجد في عدة أنواع ولا تميز النوع الواحد عن غيره من الأنواع الأخرى. دي بقى لا بتميز النوع ولا لا بتجمع ولا بتميز ولا بتفصل ولا ليها أي حاجة. زي إيه؟ زي أبيض اللون. بالنسبة لنوع الإنسان صفة غير أساسية ولا تميز أفراد الإنسان عن غيره. ليه؟ في حيوانات بيضة، في بشر بيض، في بشر سمر، صح ولا لأ؟
فدي اسمها العرض العام. بتفهم من ايه يا مستر؟ بتفهم من العرض العام. هنا بقى انت قصدك بتتكلم عن البشر ولا بتتكلم عن الحيوانات؟ فهنا نرجع تاني وتعالى اصغر لك السكرين كده يا سيدي. يلا، احنا هنا قلنا عندنا 3 حدود كلية يطلقون على الصفات، زي الفصل والخاصة والعرض العام. طب يا مستر، الفصل قلنا حد كلي بيطلق على صفة جوهرية وأساسية بتميز النوع عن بقية الأنواع بتبعدهم عنه، زي العقل هي خاص بالإنسان بس. الخاصة هي هنا صفة غير جوهرية غير أساسية، مش موجودة مش موجودة عند كل أفراد النوع اللي بنتكلم عنه، بس لسه بتقدر نميز النوع ده عن غيره من الأنواع. والعرض العام هي لا بتميزه ولا بتمنع ولا بتعمل أي حاجة. السؤال بقى اللي أنا عايزك أنت تجاوب عليه، إيه هو يا مستر السؤال؟ ببساطة، الفصل والخاصة والعرض العام، حلو كده؟ الفصل والخاصة والعرض العام، كل واحدة تتماشى مع من الصفات الجامعة المانعة والغير جامعة مانعة والغير جامعة غير مانعة. عايز سيادتك انت بقى كده تقعد توصل لي دي مع دي مع دي ايا كان. فانت هنا تقول لي الجامعة المانعة، ده كده قصدك مثلا يا مستر بيها كذا. الغير جامعة مانعة تتماشى مع كذا، الغير جامعة وغير مانعة تتماشى مع كذا. يبقى هنا يا أساتذة يا شطار، كده احنا خدنا خدنا يا مستر لحد دلوقتي في المنطق، من أول المنطق لحد الكليات ال5 بالمفهوم والمصدق، وعرفنا أصلا يا مستر يعني إيه كليات 5 والأنواع بتاعة الكليات. الحدود قلنا في حدود كلية، الحدود الكلية مالها؟ الحدود الكلية يا مستر هي الحدود لها أنواع. إيه هي الأنواع؟ النوع والجنس، الفصل، الخاصة، العرض العام. النوع والجنس بيطلقوا على أسماء، فصل، خاصة، عرض عام بيطلقوا على صفات. كده خلصنا درس الكليات ال5. أشوفكم على خير في دروس جديدة.